السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي فضلا وليس أمرا حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. طبعا في أول فيديو التنويه بتاع كل مرة ما ننساش ندعي لأهلنا وربنا ينصرهم يا رب، واللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين يا رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الفيديو بتاعنا النهارده بقى يعني تشجيعي كده وحماسي، وتقومي كده تتنططي في الشقه تشوفي انت عايزه ايه. اول حاجه عملتها الغرفه بتاعه البنات، طبعا كالعاده هي اكتر حاجه في الشقه كلها بتتبهدل لان احنا عيشتنا كلها فيها. فاول حاجه حبيت اعملها اغير الملايات واهوي الاوضه ونشيل السجاد ونمسح ونظبط الدنيا كلها ونلمع لان التراب مال الدنيا عشان احنا فاتحين الشباك طول الوقت يعني. بس هنا في منشر في الاوضه فبنشر عليه الحاجات الخفيفه، فدايما هتلاقوا المشابك محطوطه على الكومود اللي تحت الشباك على طول، بيبقى اسهل بكتير يعني. بنشر فيه الحاجات اللي هي بتبقى عايزه يعني تنشف بسرعه. المهم طبعا الحاجات دي كلها عشان هي تحت الشباك فبتبقى عايزه تتلمع يوميا، يعني لو ما كانش صبح وبالليل كمان. المفرش بتاع الترابيزه برضو عايز يتغسل، فهشيله واغسله وانشره سريعا كده ينشف على بال ما انا خلصت. تمام. بس التلميع بسيبه للاخر خالص، بتاع بالذات الخشب بسيبه للاخر حاجه. بس المصاحف دي هلمعها واشيلها مع الحاجات بتاعت سلمى اللي على الترابيزه بتاعتها اللي بتذاكر فيها. فهشيل الحاجات دي كلها واشيل الترابيزات لان كل واحده عامله لي ترابيزه زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. فكل واحده عامله ترابيزه بتذاكر عليها، والصبح بقى يعني المفروض ان انا عشان اروق بقى لازم اشيل الحاجات دي كلها. طبعا ترابيزه سلمى انا بخاف يعني اجي ناحيتها حتى انتوا متخيلين ما بتحبش حد يلعب في حاجتها. ولو لو شلتها يعني مطلوب مني ان انا احطها زي ما هي بالظبط وافتكر دي كانت فين ودي كانت فين. فانا مش عارفه هم كلهم كده ولا سلمى بس. المهم شلت الحاجات اللي على الترابيزه ويحصل زي اللي يحصل بقى. حطيت شلت بقى هشيل بقى الشنط بقى اللي هم حاطينها في كل مكان بتاعت الدروس بيبدلوا فيها. هشيل بقى دلوقتي الملايات واروق. واول حاجه دايما بنقولها ان احنا نفتح البيت عشان الطاقه السلبيه تخرج وتخش لنا طاقه ايجابيه كده جديده وتهويه وبكتيريا وبصوا كل حاجه، والشمس تدخل البيت كده. كان زمان يقولوا لنا البيت اللي يدخله الشمس ما يخشوش طبيب زي ما بيقولوا. فدايما تحافظي ان بيتك يتهوى على طول كل يوم، وبالذات الصبحيه كده ياخد هوا نظيف كده وهوا لسه ما تلوثش بانفاس الناس الوحشه زي ما بيقولوا لنا. فحافظي دايما على تهويه بيتك، دي اول قاعده من القواعد اللي انت تعمليها في يومك، تهويه البيت. خلاص هوينا البيت. المروحه دي بنحطها تحت المخده عشان ساعات لما النور بيقطع، احنا عندنا بيقطع الساعه 10 بالليل، فلما النور بيقطع بيبقى عايزين نهوي بيها بقى. خلاص. والقاعدة الأساسية بقى اللي أنا يعني احنا متعودينها من زمان، اكنس بيتك ورشه ما تعرفش مين هيخشه زي ما بيقولوا. يعني أهم حاجة عندك بيتك يبقى نظيف، والباقي ده مش مشكلة. يعني الأكل هيتعمل برضو في ساعتها، يعني لو جالك ضيف في أي وقت طبعا مش يعني مش الغرض إن البيت يبقى نظيف عشان الضيوف بس أو عشان حد لو جالك. لا، احنا نفسنا نبقى متعودين على كده ونعود أولادنا على كده، عشان اللي هتعوديهم عليه دلوقتي هيفضلوا عليه طول عمرهم. دايما نعودهم ان لازم الدنيا تبقى نظيفه حواليهم على طول، وان ما ينفعش يعيشوا في حته مكركبه او فيها او حاجاتهم مرميه في كل حته، هدومهم مرميه في كل حته. وبالذات البنات، يعني طبعا الصبيان اكيد برضو، بس البنات اكتر عشان هم اللي بيتحطوا في المواقف دي اكتر بكتير. بس كده زي ما انتوا شايفين شلت السجاد خالص خالص عشان اهويه وحطيته على الشباك كده لحد ما اخلص، وكنست الارضيه. وبعد كده هجيب المساحه بتاعتي ودلقت بقى. كنت يعني ايه، بصوا حاسه ان في تراب كتير، فجبت شويه ميه كده فيهم اي مسحوق، وعليهم شويه معطر او ديتول او كلوركس الوان ايا كان اللي عندك، حطيه وامسحي بيه. انا هنا مسحت على مرتين، يعني الحاجات دي طبعا عملت رغاوي كتيره، فقلت لا يعني فما نطفتش من اول مره. فغسلت اللي هي المساحه بتاعت الغيار بتاع المساحه، غسلته مرتين ولمعت بيه. بس كده. بعد كده بعمل انا بنفض التراب كله الاول وبمسح الارضيه وبنفض السراير طبعا، وبعد كده بفرد الملايات على السرير.
خلاص كده بيبقى اخر حاجه عندي تلميع الخشب هو اللي فاضل، عشان ما يبقاش في حاجه عندي لسه هتهرب تاني. تمام. يعني بنجيب من فوق لتحت كده. خلاص خلصت ظبطت الستاره بقى، كنت مطلعه تتهوى برضو في الشباك، فرجعتها مكانها وظبطتها، وحطيت الحاجات السجاد، وحطيت حاجات الكتب بتاعه سلمى مكانها، ولمعت الترابيزه من فوق ومن تحت طبعا، وحاولت يعني احط الادوات بتاعتها زي ما كانت. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد كده ده شكل الأوضة بقى بعد ما خلصت، ورجعت كل حاجة مكانها، ولمعت الخشب، السراير والدولاب وكل حاجة، كل حاجة بقت تمام وزي الفل. خلصنا كده الأهم الحاجة عندنا، مش لازم نشيل الشقة كلها ونكركبها في يوم واحد. يعني أهم حاجة كل يوم امسكي لك مكان ويعني ركزي عليه ان انت تنضفيه ويبقى زي الفل. بعد كده نخش على المطبخ بتاعنا بقى. كنت جايبه خيار وجايبه الحاجات اللي ناقصاني يعني عامه. كان عندي طماطم وعندي فلفل وعندي بتنجان في التلاجة وعندي ليمون، وكان فاضل بس الخضره، ما كانش عندي خضره. فجيب خيار، جبت كيلو خيار عشان انا دايما بستعمله في المخلل ده اكتر حاجه. زي ما انتم شايفين كده، بقول لكم ان انا اخر حبه كانوا عندي كنت مخللاهم في برطمان بالليل، وده تاني يوم الصبح خلاص استوى، احطهم في التلاجة. طالما خدت منه مره تحطيه في التلاجة على طول. طريقه مخلل الخيار زي ما احنا عارفين، كنت بعمله معاكم كتير جدا في الفيديوهات اللي فاتت. البطاطس كانت ب17 ونص وب20. انا جبت ب17 ونص، كانوا الشويه دول ب30 جنيه. وجبت يعني انا بتعمد اجيب الكبير والصغير سواء في البطاطس او في البصل، عشان دي ليها استخدامها ودي ليها استخدامها. البصل جبت كيلو ونص احمر على ابيض عشان ده لاستخدامه وده لاستخدامه، وبجيب كبير وصغير عشان حسب الاكله اللي انا عايزاها، ما اضطرش اخد واحده كبيره ومبقاش عايزاها كلها. طبعا الحاجات دي بتوفر معاكي كتير جدا، وبتريحك كمان في الشغل وانت شغاله في المطبخ. المهم جبت معايا البشاير بقى، الشتاء وخير الشتاء كله ظهر. اول حاجه ظهرت اللفت بتاع اللفت مخلل بقى ايه، طبعا اساسي يعني انا بحس بالشتاء لما اللفت بيطلع. فجبت كيلو 2 كيلو، دول كانوا 2 كيلو بكيلو ب5 جنيه. طبعا هو لسه عشان لسه بس في الاول، بعد كده بيرخص شويه ب3 ونص وب2 ونص. بنضف اللفت بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وانا بحب اعمل العروش معاه زي ما انتوا شايفين كده، بحبها جدا. المهم حطيتهم في تحت الميه بقى ونقعتهم، وقلت انضف الخضره على بال ما هم اتنقعوا عشان اغسلهم بسهوله يعني. بنضف الجرجير بتاعي كويس جدا، وبشوف لو في اي حشائش غريبه بشيلها. وبعد كده بقى هنضف الخضره بتاعتي كلها واغسلها. ودايما الحاجات دي بتبقى عايزه نقع كتير عشان الطينه، والشتاء كتير الشتاء الطينه بتاعته بتبقى كتير قوي في الخضار. بقطع العروش بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده، وفي يعني ممكن تصغريها اكتر من كده، انا هصغرها اكتر من كده الحقيقه، عشان ما تبقاش ايه يعني، ما تاخدش مكان في البطرمان قوي يعني. بس هقطعها، انا بحبها جدا يعني. في ناس كتير زي كده بتحبها انا عارفه. في ناس بتجيب اللفت زي ما هو كده، وبتستخدم كل حته فيه. يعني الورق بيعملوه مخلل، مخلل ايه، الورق بيعملوه محشي ورق اللفت، ماما كانت بتعمله. والعروش واللفتايه نفسها بنقطعهم زي ما انتم شايفين كده وبنخللهم. انا طبعا زي ما انتم عارفيني، انا في اي موسم في حاجه تتخلل بركز عليها قوي. يعني اللفت بخلله في ساعات اللفت، يعني هتلاقوني من هنا للشهر الجاي كده بقى بخلي اللفت على طول. ايام الخيار لما بيبقى حلو زي ما انتم كنتوا عارفين، كنت بخلل على طول خيار يخلص واعمل غيره على طول. بس يستحسن ان انت تعملي حاجات صغيره، يعني من خبرتي بقى في المخللات، ان انت تعملي بطرمانات صغنونه، وبعد كده تروحي جايه ايه واخده من كل واحد وتحطيه في التلاجة لحد ما يخلص. لكن لو خدت من حاجه كبيره وسبتيها، وخدت منها مره وسبتيها بره او التلاجة، هتبوظ منك على طول. لكن الحاجه الصغيره تخلص واعملي غيرها احسن بكتير. المهم انا رشيت على اللفت شويه ملح كده وسبته عشان بس حجمه يقل شويه، بس مش اكتر. هي الفكره ان انت لما تيجي تخليه تاخدي البطرمان ياخد قد الكميه اللي انت هتاخديها بالظبط، ما يخسش قوي ويعمل ميه كتير. المهم ان انا كان عندي حطيت الخضره بتاعتي وشلتها في التلاجة في العلبه. وكان عندي بنجر من السنه اللي فاتت كنت مفرزاه معاكم، فبقول لكم ان هو بصوا لونه قاعد تحفه زي ما هو بالظبط. فطلعته عشان هعمل منه المخلل ده، وهعمل منه اسمه ايه، وهعمل منه عصير، هحطه على عصير البرتقال. هجيب المخلل بتاعي بقى واقسمه بقى في البطرمانات بتاعتي على قد ما ياخد بقدر الامكان. لو كان عندي بطرمان تالت من اللي هناك دول كنت عملتهم في 3 بطرمانات.
لكن ما كانش عندي غير هما 2، فجبت اللي هو الوسط دي وحطيت فيها وقسمتهم فيها عشان قسمتهم فيها عشان يبقى يبقى زي ما قلت لكم استصغر على قد ما اقدر، عشان ما اخدش من البطرمان وارجع اركنه ويريم او يعمل حاجه يعفن يعني، تمام، ويبوظ مني، حرام. بس كده هجيب بقى في النص البطرمان بحط البنجر، او على اوله من فوق كده بحطه. وكمان في الميه ممكن تحطي حتايه لو انت بتحبيه غامق قوي زي انا بحبه يبقى غامق شويه، بس لما بيكتر او بيغمق بيحدق قوي، يعني ان انت ما تخليهوش يحدق قوي، تقللي البنجر فيه. المهم جبت الميه اللي انا هزود فيها هنقعه بيها، وحطيت فيها معلقتين ملح من الخشن ده، وحطيت فيها حته بنجرايه بس قطعتها نصين عشان تطلع اللون بتاعها. بس كده ده اللون بتاع اللفت. بعد كده هبقى هزود بقى الميه بتاعتي وادوق الملح بتاعي، لازم يبقى الملح بتاعه مظبوط، ولا مالح ولا دلع، عشان ما يبصش منك. بس كده خلصت المخلل بتاعي. هقفل البطرمان بكيس عندي، واهم حاجه عشان ما يدخلوش اي بكتيريا، وبقلبه كده وعشان اقلب الملح واللون فيه. بص لونه بدأ يحلو من اول ما عملته. خلاص كده ده البطرمانين اللفت بتوعي بقى 3-4 ايام ويتاكل منهم عادي. باقي البنجر بقى زي ما قلت لكم هسلقه هحط عليه شويه ميه واسلقه، واخلي الميه بتاعته تبرد واعمل منها عصير برتقان بالبنجر. ماشي، عصير برتقان بالبنجر بيبقى حلو جدا ومفيد جدا. والبرتقان ده احنا كنا مفرزينه معاه من السنه اللي فاتت من ايام البرتقان. قاعد عندي لسه طبقين، طبق عملته النهارده ولسه في عندي طبق بالجزر. المهم جينا لفقرة الغدا بقى. الغدا عندي كانوا البنات كده يعني قربوا يرجعوا، فحاولت انجز بقى. عندي تتبيلة البانيه المشوي، كنت عملته معاكم كذا مرة قبل كده، اسهل وابسط من كده مفيش. ملح، فلفل، 7 بهارات، اسمها بصل بودر، توم بودر، وسنة بابريكا. بس كده بس كده، مفيش اي حاجة تاني. السوائل بقى عندي معلقة من الخل ومعلقتين من الزيت بس. هقلب المكونات دي كلها في بعضيها. عندك بقى صويا صوص، عندك دبس الرمان، عندك الصوص الباربيكيو، كل الحاجات دي مش هتقول لا، انت وذوقك. ماشي. بس انا عملت المتاح عندي. انا عندي صويا صوص بس حسيتها ان هي بتحدق مني قوي، فما حبيتهاش المره دي ان انا اعمل بيها، بس مش هيقولك لا. بس هقلب بقى البانيه بتاعي في كله في التتبيله دي كلها، واسيبه على جنب بقى ياخد ويدي كده بشكل ودي مع نفسه، ويتنقع في التتبيله الحلوه دي لحد ما اخلص بقيه الاكل. هعمل الاكل حاجه جنب اسمه جنب البانيه المشوي. هعمل رز بالبسله. انا عندي ما بياكلوش البسله قوي، بحاول احطها لهم في اي حاجه مع الاكل، تمام. فده كان عندي اخر كيس بسله من اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض، فهعملها رز بالبسله. خلاص، هجيب شويه من الزيت وعليهم بصلايه كبيره حلوه كده حسب كميه الرز اللي انت هتعمليها، وهحمر البصلايه بتاعتي تحميره مش قوي، ما خليهاش تغمق وفي نفس الوقت ما تبقاش لسه نيه، تمام. خليها يا دوب تصفر كده. وبعد كده هبدا انزل عليها بالبسله بتاعتي. البسله بنزل عليها اي خضار متفرز، بحطه على النار وهو لسه جامد زي ما هو، ما استناش لما يفك ابدا، سواء باميه او قلقاس او بسله او فاصوليا خضراء. اي حاجه بتفرزيها خضراء ما تحطهاش وهي، ما تستنيهاش. الملوخيه برضو، سبانخ، كل الحاجات دي لازم تحطيها على طول وهي جامده. حطيتها كده واستنى بقى لما تغلي. اتبلها هنا يعني احاول يعني بقدر الامكان تكون استوت حوالي 3/4 سوا. اتبلها بقى ملح وفلفل اسود وسنه صغيره من 7 بهارات، وهحط عليها دي حبه كزبره، واحط عليها كركم يديها لون، بس الصفار خفيف خالص، مش هكتر قوي عشان ما يقلبش رز بالكاري، تمام. هسيبهم بقى ياخدوا ويدوا كده مع بعض شويه، وبعد كده انزل عليهم بالرز اللي انا غسلاه. اظبط بقى الميه بتاعتي واظبط الملح بتاعي على الرز، وادوقه لو فيه اي حاجه يعني في اي نقص حاجه اكملها، وازوده عادي التزويد العادي بتاع الرز بتاعنا، واسيبه بقى واغطيه. وشويه كده بعد اول ما يغلي، يبدا يغلي، هتلاقي البسله كلها طلعت على الوش زي ما انتوا شايفين كده. اقلب بقى خالص عشان البسله تبقى في الرز كله، ما يبقاش فيه حته الوش كله بسله ومن تحت فاضي، تمام. بس كده هقفل عليه واوطي النار واسيبه بقى يعيش مع نفسه كده لحد ما يستوي. هنا ده الطبق بتاع البرتقان اللي انا بقول لكم عليه.
ده من السنه اللي فاتت، يعني من الشتاء اللي فاتت. فده كان بقول لكم كنت عامله ساده يعني من غير اي حاجه خالص، وفي بنجر مسلوق ومحطوط معاه، وفي جزر مسلوق ومحطوط معاه. هنا دي الميه اللي انا قلت لكم عليها. انا حاولت احط من الميه بس لقيت ان اللون مش هيظبط خالص معايا، مش هيبقى لونه حلو، فحطيت قطعه من البنجر معاه. بعد كده بعد ما بحط كميه السكر اللي انا عايزاها، وبجيب المصفى بتاعتي واصفيه. هنا ما كنتش لسه حطيت البنجر حتت، فهتلاقوني دلوقتي حطيت حته وفرمتها وصفيته، بيدي لون تحفه، بعمل زي لون الكوكتيل كده، وبيبقى طعمه حلو قوي. بس احطه بقى في ازازه واحطه في التلاجة لحد ميعاد الغدا. الحاجات دي طبعا احسن بكتير جدا من الحاجات اللي بتشتريها من بره، سواء عصاير او مياه غازيه او الحاجات دي كلها. وطبعا ما ننساش المقاطعه يا جماعه، عشان المقاطعه بتفرق كتير كتير جدا جدا جدا. اي نعم احنا مش حاسين، بس لو ركزتوا هتلاقوا فيه شويه حاجات كتير جدا عليها عروض ومغريه جدا. فيا ريت ما تنساقوش وراها، لان دي يعتبر الحاجه الوحيده اللي نقدر نعملها عشان اخواتنا، فما تأثروش فيها هي كمان. وربنا طبعا ينصرهم يا رب، ويقويهم ويرحم شهدائنا، ويشفي مصابهم بإذن الله. البانيه بقى جيت عملته ازاي. جبت الطاسه بتاعتي تكون ما بتلزقش، وحطيت فيها معلقه من الزيت، وسخنتها جامد، وبعد كده حطيت البانيه عليها وهو سخن. هعمل ايه بعد كده؟ هسيبها زي ما انتوا شايفين كده، يعني حوالي دقيقتين، وبعد كده ابدا اقلبها دقيقتين كمان على الوش التاني، وخلاص على كده بتبقى استوت معايا. وحاطه فحمايه على النار تستوي لحد ما انا خلصت الباقي. خلصت الكميه. الورق اللي انا بعمله من البوتاجاز، لو فاكرين الباقي بقى من البوتاجاز من العيون، فبشيله للحاجات دي. احط نقطه من الزيت خفيفه جدا، وبغطي بسرعه عشان الريحه تلزق فيها بقى ويدي طعم الشوي. بس بعد كده عملت شوية سلطة، وبعد كده هغرف بقى الغدا بتاعي. و ما عملتش حاجات كتيرة النهاردة، يعني حبيت يعني ايه يبقى روتين خفيف كده، وما عملتش بقى ولا خبزت ولا عجنت ولا عملت اي حاجة من الحاجات دي، ومع العصير وخلاص كده كان زي الفل، والحمد لله نعمة ورضا من عند ربنا. اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال، واللهم اطعم كل جائع على وجه الارض يا رب العالمين. حطيت البانيه زي ما انتم شايفين كده وزينته، حطيت السلطه وصبيت العصير وبس. ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد بقدمه، وتكوني اول واحده بتشوفيه. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان لو شايفين ان حد ممكن يستفاد من الفيديو ويتشجع منه ولو حاجه بسيطه، شيروه لاصحابكم وحبايبكم وقرايبكم على الواتس وعلى الماسنجر. بس هنا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم سالمين، دمتم مبسوطين، مع السلامه.